اليوم ختمة الطابع مش مجرد ختمة عادية، بل بتوثق تاريخ عمر النادي اللبناني للسياحة والسيارات الATCL، وبتختصر قرن من الإنجازات والعطاء. صار له 100 سنة بخدمة الخدمة العامة بالنشاطات الرياضية والسياحية، وكنا نحن بدنا نجرب نعمل فورمولا 1 بلبنان كمان مع الATCL. رح نزيد السباقات بلبنان، رح نزيد البطولات بالشرق الأوسط، ونحن بنتأمل كمان مع الدولة الجديدة رح تبنى هلا انه يكون عندنا سلم ويتقدم لبنان للخير لقدام، ونحن كتير 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 متفائلين لقدام إذا الله راضي. عم نحتفل اليوم بمئوية الATCL، عم بيستقبلوا رياضيين بكل المجالات، من أفضل الرياضيين من كل العالم. في عنا النادي، في البحر، في البواخر، في ملعب التنس، في ذكريات. كل الناس عندها ذكريات. يعني ATCL أول شيء بيمثل جزء من التراث اللبناني، فعلا جزء من تاريخ لبنان. كتير حلو إنه نحن نكون عم نحيي هيدا الأمر من خلال الطوابع يلي تم اعتمادها، ونحن نكون فعلا عم نساهم من خلال الATCL على المستوى السياحي وكذلك على المستوى الرياضي على نقل الصورة الحضارية للبنان. يعني 100 عام لنادي أدى خدمة للبلد، حول لبنان وجوني بالأخص مركز للسياحة البحرية والسياحة الرياضية من الراليز من التنس وغيرها. يعني حط لبنان على الخارطة بالمنطقة بعدد من النشاطات الرياضية بشكل ما كان موجود قبل بلبنان. يعني بموضوع الرياضة راليات على مستوى عالمي بقى، هذا شيء كتير أساسي وكتير مهم. نحن مبسوطين إنه نحن أعضاء واليوم وزراء، نحن أصدقاء من زمان قبل ما نكون وزراء. يعني أول شيء 100 سنة تقريبا عمر بلدنا، عمر لبنان. يعني هيدا النادي ويك اب كل تاريخ بلدنا وعيش كل التقلبات فيه، وبعده صامد. من دون شك مثل ما سمعنا كلام بكبر القلب. يعني هالنادي العريق يعني عمره تقريبا صار 107 سنين، نادي مميز بلبنان، أكان بالسياحة، أكان بسباقات السيارات، أكان بالرياضة. وهيدي الطوابع التذكارية بتبقى مثل ذخيرة للمستقبل للأجيال المقبلة. وهيك ختمنا أول 100 سنة بانتظار ال100 الباقية. جورج عبد النور، بيرد آي نيوز.